أعلن شركة أبل عن هاتفها الجديد اللي هو آيفون 16 برو ماكس. هذا الجهاز المميز اللي صدرته شركة أبل بيمتاز بأفضل التقنية وخاصة إضافة الذكاء الاصطناعي، لكن بعض التغييرات ضافت عليه شركة أبل راح أشرح لك إياها أهم المميزات وأهم التقنيات اللي صدر على هذا الجهاز الجديد، وشنو المميز اللي يختلف بين آيفون 16 برو ماكس وآيفون 15 برو ماكس. وأخيرا أطلقت شركة أبل هاتفها الجديد اللي هو آيفون 16 برو ماكس وبحلته الجديدة. دائما ما يسر ما حدثنا عن تسريبات أنه بعض الآيفون راح ينزل ببعض المميزات وبعض التقنيات، إضافة إلى شكل الكاميرا أكبر من آيفون 15 برو ماكس، إضافة إلى التحديث الجديد اللي هو إضافة الذكاء الاصطناعي، ومنها بعض التحديثات اللي هو سمك الجهاز، إضافة إلى العدسة، إضافة إلى الشاشة الأمامية يختلف عن آيفون 15 برو ماكس. بعض التسريبات انه شكل البقع نفس ما هو يشبه الايفون 15 برو ماكس، يعني السمك والعرض مالته نفس الشيء الجهاز، اضافة الى اللون، لكن اللون جاء باحدث لون اللي هو الجوزي الغامق، يعني من تقنية شركة ابل. هذا اللون مميز بالنسبة للايفون 16 برو ماكس، اضافة الى سمك الجهاز والى الوزن مالته ايضا يختلف عن ايفون السابق. يختلف من حيث الوزن، إضافة إلى سمك الجهاز بقى نفس ما هو، لكن الوزن مالته أقل بحيث يكون المستخدم مالته يشعر براحة في أثناء الاستخدام، إضافة إلى الشاشة الأمامية جدا راقية وأيضا سلسة. الطول مالته راح يكون 16.3 والعرض 7.76 والسماك راح يكون 8.25. إضافة إلى الوزن راح يكون انه اخف من السابق اللي هو 227 جرام، يعني يكون استعماله اسهل ويكون الملمس مالته جدا راقي. إضافة إلى فتحة الفلاش، التعرف على الأغنية وتفعيل المنبه وضوء الصامت كله بدقمة واحدة اللي هي في الأسفل. إضافة إلى الملمس مالته راح يكون الشاشة والفيس آدي كله بالوجه، نفس النظام السابق اللي آيفون 15 مو. راح يكون أيضا التحكم في الزوم، أيضا في دقمة خاصة اللي هي ضافك إياها من الأسفل الجهاز، يعني جوا الفلاش. هاي كل هاي الخاصية راح يكون دقمة واحدة، ومستشعر البصمة أيضا راح يكون من الصفحة الثانية اللي هو بالوجه. هاي أهم خاصية التقنية الجديدة اللي ضافت عليها آيفون 16 برو ماكس. وأيضا راح يوفر عليك استخدام أقل في الزر، راح يكون الزر في استخدام الصورة اللي هي الزوم والتقاط الصورة في الصباح، إضافة إلى فتح الفلاش في الليل، وإضافة أيضا إلى استخدام الأغنية من نفس الدقمة، يعني يكون دقمة واحدة بها 4 استخدامات. يكون الكيبل مالته تايب سي بتايب سي، وايضا مسجل الصوت مالته يكون بتقنيه الذكاء الاصطناعي، اضافه الى جهاز مضاد الى الماء، يعني تقدر تستخدمه في التصوير اثناء الليل او التصوير في الاماكن يكون فيها مطر او في السباحه. هاي الامور كلها راح تخليك انه تعرف معرفة نوعية الجهاز اللي راح تشتريه. قبل ما تشتريه يكون هاي المعلومات انت تعرفها، حتى يكون لك رأي في شراء الايفون. شنو مواصفاته، شنو المميزات، شنو اهم التقنيات اللي ضافت عليه شركة ابل، هل يستحق انه هذا السعر اللي راح ينزل في الاسواق العراقية. إضافة للشاشة الأمامية راح يكون بحجم 6.9 بالنوع أوليد سوبر رينو. هاي التحديث الجديد راح يكون أيضا بحجم أكبر من اس 24 اللي هو من شركة سامسونج. إضافة إلى الزوم، وبأيضا تحديث التقنيات الاستخدام في اللمس، وإضافة أيضا في بعض الذكاء الاصطناعي. هاي الذكاء الاصطناعي يتيح لك الاستخدام في التصوير، في المونتاج، في أيضا الأفلام، في أيضا بأفضل التحديث الجديد. إضافة للتحديث الجديد اللي هو يبقى الجهاز بتقنية التحديث الجديد اللي هو حتى يرتين الذكاء الاصطناعي. هاي أهم الميزة الإضافية اللي أضافت عليها شركة أبل، وأيضا يمكن لك الاستخدام في التحديث الجديد.
وإضافة شركة أبل أنه راح يتم التقديم على التحديث الجديد اللي هو ال 18 يتيح لك الاستخدام في أفضل البرامج، ويتيح لك أيضا استخدام البرامج، وأيضا يتيح لك البرنامج يستخدمه تقدر تحوله بأي مكان، إضافة إلى إخفاء الرسائل. وإضافة أخرى أنه باقت نفس تقنية الآيفون 15 ماكس اللي هو راح يكون الفوق والفيس اي دي والتقنيات الأخرى، إضافة إلى التحديث الجديد بأفضل المميزات من شركة أبل لليوم. هاي أهم المميزات اللي أضافها شركة أبل على آيفون 16 ماكس. لكن بعض المميزات الأخرى اللي هي الرسائل، مثلا إذا جتك رسالة على الشاشة فالتحديث الجديد راح يخفيها أو تقدر تلغيها أو تقدر تحولها أيضا لأي برنامج يقدر من خاصية الذكاء الاصطناعي. التحديث الجديد به هواي مميزات مهمة وهواي مميزات حلوة يختلف عن التحديث السابق، اللي هو يتيح لك الاستخدام في وقت أقل، أو في خاصية الذكاء الاصطناعي، وأيضا في خاصية اللي هو يستخدم في وقت أكثر. مثلا إذا أنت تاخذ صورة أو تكتب كتابة ما يحتاج بعد توفر لك أقل، راح يكون استخدامه أسرع ويكون تطوره أكثر، إضافة إلى استشعار البصمة اللي هي الفيس آي. إضافة للبرامج راح يكون البرامج اللي هي الأنمي، وهي بخاصية الذكاء الاصطناعي أهمية البرامج هاي. إضافة لمعالج الجهاز راح يكون معالج بحجم A18 بو 3.8. وأهم المميزات اللي ضافت عليه شركة أبل راح يكون إضافة إلى السيم كارد، التحديث مالته راح يكون بخاصية الذكاء الاصطناعي، راح يكون أكثر استخدام أكثر تطورا. إضافة إلى البرامج هاي إنه عباك إنه هاي لعبة، العفو إنه هاي فيديو، لكن هاي بالحقيقة إنه هي هاي لعبة، لكن الجهاز مطورها بتحديث الذكاء الاصطناعي كأنما أنت عايش بالواقع. راح يكون أيضا في التصوير، وأيضا إنه يدعم خاصية الذكاء الاصطناعي تلقائيا. نجي على ذاكرة الجهاز راح يكون بحجم 256 جيجا بايت و512، وأيضا الأخير راح يكون 1 تيرا اللي هي الذاكرة الخارجية، راح يكون بثلاث أحجام. الكاميرا الخلفية راح يكون نفس الكاميرا الصور اللي هي بحجم 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة. نجي على الكاميرا الخلفية، جاءت الكاميرا بحجم 48 ميجا بكسل في تحديث سريع في 3.22، وهاي نفس الجهاز السابق. أما الكاميرا الثانية جاءت بحجم 12 ميجا بكسل، ويتيح الاستخدام في أيضا في التصوير السريع أو في التحديث التلقائي للتصوير. هاي أهم المميزات للكاميرا، ويتيح الاستخدام التعرف على الوجه من خاصية الذكاء الاصطناعي، وأيضا يتيح الاستخدام في الكتابة على الفيديو في التصوير. تقدر تسجل فيديو بحجم 4K حتى 120 هرتز، هاي من أفضل المميزات على هذا الجهاز. حتى تقدر تصور أنت مستخدم الجهاز أو كنت أنت ماشي في السيارة أو في أي أماكن أخرى. إذا تريد تعرف حجم البطارية ما عرفنا حجمها من خلال المؤتمر، ولا ذكرها شركة أبل أثناء المؤتمر اللي عرضه على آيفون 16 لكن راح نعرفها من خلال الأيام القادمة من الصين. الجهاز جاءت بأربعة ألوان من نوع الأسود والفضي والذهبي والجوزي. راح يكون سعر الجهاز اللي هو $1199، اللي هو الآيفون 16 ماكس اللي ذاكرته 256. هذا يكون سعر الجهاز الرسمي لآيفون 16 برو ماكس. الجهاز راح يتوفر في الأيام القادمة في الأسواق العراقية. إذا كان الشرح أو أهم المواصفات اللي شرحتها لك مميزة أو غير مميزة، تقدر تخلي تعليقك أسفل الفيديو، وإن شاء الله أعرض على طلبك بأسرع وقت. تحياتي لكم متابعين أعزاء.